مرحبا، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم مع بعض رح نعمل بان كيك بطريقة سهلة واقتصادية وكتير سريعة. إذا حابين تعرفوا الطريقة كملوا معي بالفيديو. رح أبلش أول إشي معكم بالمكونات. رح نحتاج لحليب ولطحين ولبيض ولزيت ولبيكنج بودر فانيلا ولملح ولخل أبيض. جميع المكونات رح أحطلكم إياها بصندوق الوصف. أول إشي رح نبلش في الحليب، رح نضيف عليه الخال ورح نحرككم كتير منيح، ورح نترككم لمدة 5 دقايق عشان عندي يتخثر الحليب. شوف الحليب عندي كيف يتخثر ويتحول زي هيك زي كرات. بعدها رح نضيف الزيت والسكر ورح نضيف البيض ونحركهم منيح. ورح نضيف كمان الملح ورح نحركهم منيح لحد ما يصير عنا الخليط بهذا الشكل. بس أشوف هيك طلع عندي زي فقاعات، بضيف عليه الطحين. طبعا هون أنا استخدمت كاستين من الطحين. بأضيف أول كاسة وبحرك، وبضيف تاني كاسة وبحرك لحد ما يصير عندي القوام بهذا الشكل. بعدها بترك العجينة ترتاح لمدة 15 دقيقة. شوفوا عندي القوام كيف صار بعد 15 دقيقة. بعدها بأجيب مقلاة، وشرط إنه يكون عندي كثير سميك. بحط فيه زيت أو زبدة، وبعدها بحط عندي كمية من العجينة اللي عملناها، بخليها على نار هادية. بس يصير عندي الفقاعات بهذا الشكل بقلبها. هون كانت أول وحدة للتجربة، هاي عندي تاني وحدة، وبضل أستمر بهاي العملية لحد ما تخلص عندي كل الكمية. وهيك صار عندي البان كيك جاهز. إذا عجبتكم الطريقة يا ريت تخبروني بالتعليقات، واحكولي كمان شو بتحبوا نعمل بالفيديوهات الجاية، وإذا جربتوها كمان خبروني. وألف صحة وعافية على قلوبكم. سلام.